لو أيادينا ارتعشت لن نستطيع أن نبني هذا البلد. فليخون من يخون، فليتهم من يتهم، فليرى من يرى، لكن نحن حنمشي في اتجاه إيقاف الحرب، وحنلاقي أي زول يعمل على إيقاف الحرب أو كده في أي مكان وأي زمان يحدده من أجل أهلنا ومن أجل وطننا، وليقل من يقول ما يشاء. يا دكتور الدور، نحن ما خايفين منهم، خليهم يقولوا اللي يقولوه، ما في أكبر من إنه الإنسان يموت. الأرواح، حماية الأرواح مقدم على كل الأشياء، دي مسألة أساسية ومهمة شديد. لذلك اليوم أنا بفتكر الجراءة كانت في إننا نحن لما قدمنا الخطابين ديل جاهزين. وأنا بأكد تاني، إذا حدد الجيش ده رد قال أنا موافق ما في مانع، إذا حدد قال تعالوا في أي حتة إن شاء الله في القمر، نحن حنمشي له في القمر ونقعد معاه ونشيل قضايا الدولة السودانية دي ونخطها قدامه ونقول له يجب أن تقف هذه الحرب، ويجب أن لا يتمنع الناس في قضايا ميتة، والناس بتموت، الناس بتعطش، الناس بتهلك بعدم الدواء، الناس بتتهجر من بيوتها، الأطفال بيتروعوا، البلد ماشية كلها تتفكك من بين أيدينا في تشييد عنصري، في خطاب عنصري ماشي. حتنتقل الحرب دي، قلت الحرب حرب الكل ضد الكل، دي المرحلة الخطرة جدا. لذلك الناس أصلا ما يتهيبوا هذه المسألة، ودي دعوة مننا من هنا لكل السودانيات والسودانيين، يجب أن نكون يد واحدة لإيقاف هذه الحرب. ولو الواحد كتب فقط بس كتب لا للحرب، بيكون خدم قضية كبيرة جدا، شكل قاعدة اجتماعية كبيرة لرفض هذه الحرب. وأنا أفتكر الآن من بداية الحرب كانت فيها أكاذيب إنها بتنتهي في يوم ويومين وثلاثة وكذا. الآن الحرب أكدت صحة رؤية القوى المدنية إنها لا يمكن حلها إلا بالتفاوض، والسودانيين عندهم تجربة كبيرة في الحروب، ما قدروا يوقفوا الحروب دي كلها إلا على طاولة التفاوض. فالطاولة إذا بدأت اليوم أفضل من تكون بكرة، وإذا الليلة انتهينا من الحرب أفضل من بكرة، وإذا حفظنا روح واحدة فقط بعقد أو بالتوافق أو بلقاء أو بكذا أفضل من تسحق هذه الأرواح، لأنه هذه أرواح السودانيين وهذه الأرواح العزيزة. نرى أبناء وطننا العزاز جدا في كل أنحاء المعمورة الآن مشردين، والآن هم فاقدي السند، فاقدي أماكنهم، فاقدي وطنهم، فاقدي عزتهم. الناس دي لازم يرجعوا عزاز زي ما كانوا. لذلك قلنا لازم نبدأ بقضايا منطقية. القضايا المنطقية دي هي تمثلت في الحاجات اللي احنا طرحناها، هي دي الخطوة الأولى. زي ما بنقول دي خلاص كده نحن حنوقف الحرب، لكن دي الخطوة الأولى في الاتجاه الصحيح، إنه زول يتناقش مع الناس ممكن يوقف الحرب اللي هم شايلين البنادق. أستاذنا عصمت ركز على الآليات. طبعا الآليات دي حاجة مهمة شديد. أول حاجة آلية العون الإنساني، دي مسألة مهمة شديد ونتكلم فيها بوضوح شديد. ما بتقدر أنت تعمل عون إنساني للناس الموجودين كان في مناطق الجيش، كان في مناطق الدعم السريع، إلا يكون في 3 أطراف رئيسية أو 4 موجودة. من السودان لازم تكون القوى المدنية موجودة، والمعنيين كلهم بالقضايا الإنسانية يكونوا موجودين، لازم يكون الجيش موجود، لازم يكون الدعم السريع موجود. قضايا الاغتتال دي قضايا أخرى، أما القضايا الإنسانية دي يجب إننا كلنا لو نحن سودانيين فعلا وبيهمونا السودان، ناس الجيش بيحارب بيقول نحن بنحارب من أجل الوطن، ناس الدعم السريع بيحارب بيقول نحن بنحارب من أجل الوطن، والقوى المدنية بتتكلم وبتقولها بتتكلم من أجل الوطن. إذا كلنا بنتكلم من أجل الوطن، ده كل جانب ناخذ جانب آخر، لابد من آلية مشتركة من خلالها تمر المساعدات من أماكن لأماكن. في أيام منبر جدة رصدت الولايات المتحدة الأمريكية لوحدها تقريبا 500 مليون دولار. ال 500 مليون دولار دي الناس ما قدروا يتحصلوا منها إلا على 20% من المساعدات، وال20% نفسها في الغالب تسربت إلى السوق واتباعت والناس شافت الحاصل. لذلك لا بد من آلية واضحة. الآلية الواضحة هي لجنة مكونة من كل الأطراف تشرف على مرور الإغاثات من مكان إلى مكان، فتح المطارات المناسبة لنقل الإغاثة، حماية الناس اللي بيشتغلوا على الإغاثة دي ذاتهم، استلامهم للإغاثة وتوزيعهم، ما توزيع الجهات العسكرية، يوزعوها ناس مدنيين معنيين إذا كانت منظمات مجتمع مدني أو غيرها أو غيرها. دي مسائل كلها فيها نقاش، ودي بكرة ممكن تطلع بشكل أوضح. أيضا نحن الآن ما بنتكلم عن وقف إطلاق نار. وقف إطلاق نار ده يا إخواننا برضو الناس في زي خلط، في فرق بين إنك أنت ما تفك طلقة، ده في عرف السياسة ما بيعرف بين وقف إطلاق نار، ده بيسموه في إطار وقف العدايات. وقف إطلاق النار ده هو قضية طويلة بيتم فيها نقاش سياسي كبير، من خلالها أنت بتصل لاتفاق سياسي. الاتفاق السياسي ده لما أنت تعمله بناء على الاتفاق السياسي ده بتعمل التأسيس الدستوري. هنا أنت بتقدر تعمل طوالي حاجة اسمها وقف إطلاق النار. أما الآن الحاجة اللي أنت بتعملها بتعمل حاجة اسمها وقف العدائيات. وقف العدائيات ده أيضا أنت ما بتعمله مع طرف واحد، يعني ممكن ما في طرف واحد بيقول لك أنا بلتزم بوقف العدائيات، إلا الطرفين مع بعض
ودي بتحتاج مننا كلنا نضغط الجيش انه يقرب لاسرع زمن ممكن الناس يلاقوه يمشوا له يتكلموا معاه، وكلنا سودانيين نتناقش في قضايانا بوضوح شديد. وانا يعني بقول انه اذا تناقشنا ممكن الناس يصلوا الى مشتركات رغم التاثيرات اللي احنا فاهمينها وفاهمينها السودانيين كلهم، ولكن كل ما تتاخر المساله دي بتمشي اصعب. لذلك في اليات العون الانساني، اليات مراقبه وقف العدائيات، اليات عوده الناس لبيوتهم تتم كيف، كل المسائل دي مسائل عندها اليات. بكره ممكن المساله دي توضح بشكل كبير، لكن عموما بالشكل العام تمت الموافقه على الطرح عموما بتاع الموافقه على السلام. انا افتكر دي لما اي زول يقول لك انا موافق على السلام، انت بتقول له انت جادي ولا ما جادي؟ انت بتمشي معاه عمليا طوالي تقول له طيب نحن عايزين نعمل 1 2 و3. وانا افتكر ما نقاش 6 ساعات بيحل القضيه بتاعت حرب مدوره الليله لها 9 شهور، لكن بيبدا خط وبيدينا امل في اننا نحن ممكن ننقذ ما تبقى من وطننا. استاذه سوزان اتكلمت عن الفرق شنو بين اعلان المبادئ وده. طيب هي ما في رؤيه سياسيه، في رؤيه ايقاف الحرب دي فيها جزئين. فيها الجزء الاول اسمه اعلان المبادئ. اعلان المبادئ دي القضايا الاساسيه المتفقين فيها السودانيين، مثلا وحده التراب السوداني، السودان لازم يكون دوله فيدراليه، لازم يتم تفكيك النظام 30 من يونيو، لازم ان نبني جيش مهني واحد قومي، لازم يعني ننهي ظاهره تعدد الجيوش دي، لازم 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 دي اسمها المبادئ. انا بس معلش لانه الناس ساهروا شديد ما داير امسك الورقه واقراها وكذا بالتفاصيل، ممكن الناس لو في وقت ثاني يفصلوا فيها. الجانب الثاني الرؤيه بتاعت التاسيس الدستوري، كيف نحن بنعمل تاسيس دستوري. انت بتعمل اعلان مبادئ بعدك بتقول طيب الخطوات دي انا بعملها كيفين، بترفقها طوالي بالجانب العملي، انه بتتشكل لجنه بين الطرفين المتحاربين وبين القوى المدنيه والمجتمع الدولي، ونقعد نضع خارطه لتنفيذ الخطوات. الخطوه الاولى نعمل كده، الخطوه الثانيه نعمل كده، الثالثه نعمل كده، نعمل دستور مؤقت نعمل من خلاله مجلس، نقول مجلس سياده ولا مجلس وزراء ولا غيره، الناس يتفقوا على المؤسسات بتاعت الدوله، شكل الجيش يكون كيف، حاجاته تكون كيفين، يتبني كيفين، تكوينه كيف، نمشي للخطوات الرئيسيه، نجاوب على الاسئله الكبرى من خلال التفاوض. والاليه بتاعتنا الرئيسيه لانفاذ الامر ده هو التفاوض. برضو انا ممكن انبه الناس ان الرؤيه بتاعت انهاء الحرب دي استاذتنا سوزان منشوره ومبذوله في الصفحات الرسميه، ممكن الناس يرجعوا لها بالتفصيل عشان ما امسك الناس شديد. طيب الضمان شنو؟ السياسه دي اصلا احنا بنقول الضمان شنو؟ الان في حرب وما في اسوء من ان احنا فيه ده، فاي خطوه الناس بيعملوها يضغطوا في انها تتعمل. انا بفتكر انه اذا الطرفين التزموا مشينا في خطوات عمليه ده بيكون حاجه مطلوبه، دون اننا نمشي في تخوين طرف وديل العمل وديل الكده. نحن غرضنا الان نمشي، نحن كقوه مدنيه نتحمل اي حاجه الى السودان، خليهم يخونونا، خليهم يقولوا ديل خونه، خليهم يقولوا ديل باعوا، ديل قبضوا، ديل بتاع ايه، لكن في النهايه الحقيقه اننا ما جبنا دوله خارجيه قلنا لها تعالي امسك السودان. الحقيقه نحن ضد الحرب، ودي القضايا اللي بتوريك منو الخاين منو ما خاين. الزول اللي بيقول يا اخوان الحرب تستمر هو ده الزول الخاين، انا بفتكر كده، لانه ده اللي بيسعى لقتل الناس في السودان، وده اللي ما بيسعى لمصلحتهم، وده اللي بيسعى لانه يفكك البلد، لانه الحرب هي اللي بتفكك البلاد دائما. فقدنا جزء عزيز من السودان، جنوب السودان، بذات العقليه دي، بذات التفكير ده، بذات فكره او ترغ منا الدماء او ترغ منهم دماء، بذات التحشيد العنصري الديني، بذات التحشيد القبلي، بذات نفس الاليه دي هي ادت الى انفصال الجنوب. يا اخواننا ما الناس عشان ما تبعد ما تقول السودان ما بتفرتك، هو نحن قبل 10 سنه كنا دوله كبيره جدا، الان فقدنا جزء عزيز، وممكن نفرتك باقي البلد بذات الطريقه، لكن نحن ساعين فينا نتحمل والناس يتحملوا من اجل وطنهم. ده ما وقت اننا ننصرف لاي معارك صغيره من اي زول كبر او صغر، لكن بننبه الناس انه الناس اللي بيقولوا لدول خارجيه تعالي استلمي الجزء الفلاني وخدي تحت رعايتك، او الناس اللي بيقولوا تعالي يا فلان احتل الجزء الفلاني، او الناس اللي بيقولوا الحرب تستمر هم ديل الخونه. لكن افتكروا ابناء الوطن الزول بيعرفوه من خلال مواقفه، الزول الداير الحرب تقيف من ديوان ده الزول الوطني، الزول الداير اللي يبني بلده ده الزول الوطني، الزول الداير السلام ده الزول الوطني. ودي المؤشرات العامه اللي نحن بنشتغل عليها. على الرغم من ده نحن ما بنشتغل باي شخص يقول اي كلام، يهمنا الفعل ويهمنا ابناء وطننا، ولو ضربنا في ميدان عام من اجل هذا الوطن لفعلنا ولقمنا بذلك، لذلك لا يهمنا عنا. استاذنا
الضمان الاساسي انه الاطراف والقوى المدنيه دي نفسها تشتغل كلها مع بعض، وكلنا نشتغل كل زول في حتته. برضو داير انبه الاستاذه سوزان، القوات العسكريه في السودان كلها، بس نحن ما كنا نعرف الكلام ده، كلها انتهاكات. الجيش عنده انتهاكات كبيره، الدعم السريع عنده انتهاكات كبيره، حتى الان الانتهاكات شغاله وما وقفت من كل الاطراف. انا بقول الكلام ده، لكن نحن برضو خلونا نفكر بشكل عملي. نحن دايرين نوقف الانتهاكات دي. الداري يوقف الانتهاكات ما بيقول الحرب تستمر، الحرب استمرار معناها مزيد من الانتهاك. فالطبيعي انك انت توقف الحرب عشان الانتهاكات تقف. تخيلوا معي انه القوى الوطنيه المدنيه الديمقراطيه دي بعد 48 ساعه قالت الحرب تقف. طيب لو الحرب دي وقفت، هل كنا وصلنا المرحله دي؟ اذا برضه الليله افضل من بكره. ولذلك انا شايف الضمان الوحيد انه الجبهه المدنيه دي تتوسع، الضمان الوحيد انه كل السودانيات والسودانيين يقولوا لا للحرب، الضمان الوحيد انه ما نسمع الخطاب بتاع استمرار الحرب ده ونرفضه. على فكره نحن ما محايدين، نحن واقفين ضد الحرب، نحن ما محايدين، ما في زول يصنف موقف القوى المدنيه موقف محايد ابدا. نحن ضد فكره الحرب كلها وضد كل من يدعو للحرب والتحشيد لها. طيب اذا استاذنا عماد سنهوري، اذا الجيش ما قبل الشروط، هل ده حيتم في مناطق الدعم السريع؟ نحن كده مبدا ان نقول الاتي: في مسؤوليات الان نتكلم بصراحه، وكلمناهم الليله بصراحه، في مسؤوليات تقع عليهم مباشره فيما يخص مناطقهم ممكن ينجزوها من غير موافقه الجيش، لكن في اشياء ما بتقف، مثلا زي وقف العدايات، ده ما ممكن يتم الا بموافقه الطرفين. ونحن مستعدين كما ذكرنا ان نمشي نقابل الجيش في اي حته، ما دام هو مبدا قال ما عنده مانع نمشي لهم ونقابلهم، نحددوا المكان والزمان. وانا افتكر السودانيين حقوا يضغطوا في الاتجاه ده، يطالبوا الجيش بانك اقبل سريع للقوى المدنيه دي وبسرعه. نمشي لهم شايلين حاجاتنا ونقول لهم نحن عايزين نوقف الحرب وزن 1 2 3، وخلونا نتفق على 1 2 3 هذه القضايا. ويا اخواننا ما في قضيه بتتحل من غير نقاش، الحاجه الوحيده اللي بتحل هي النقاش. نحن جربنا البندقيه وهو ادتنا لحد وين، دمرنا البنيه التحتيه لبلدنا، ما قدرنا ناسس لسوداننا الحقيقي. السودان ده من الاستقلال لحد الان نحن ما قدرنا نديره كسودانيين بطريقه صحيحه، وما قدرنا نسمع بعض، كلنا بنصرخ. لكن الان يجب انه نحكم صوت العقل من اجل الوطن، والقضايا الاخرى الصغرى دي والشؤون الصغرى كما سماها منصور خالد نتركها في الوقت ده لصالح البلد. يعني استاذنا هيثم اتكلم عن تجربه رفاعه وراي القوى المدنيه، اظن هو قاصد كده في ظل الدعوات. طيب انا اقولها بصراحه شديده جدا، انت المشكله الاساسيه انه الجزيره دي حصلت فيها حاجه، فجاه الجيش انسحب او اتهزم او طلع او مشى او ايا كان المسمى ما مهم، فجاه المواطنين دي لقوا نفسهم في مواجهه قوات الدعم السريع. طيب هم بطريقتهم سعوا لحمايه نفسهم، فما في زول عاقل بيقول للناس واجهوا القوه دي، ما قدر يواجهها او ما واجهها او ايا كان. فالطبيعي انه الناس عملوا ديل، الديل ده هربوا من رقبتهم. في ناس قال لهم ما تحموا رقبتكم، قال لهم انتوا تطلعوا زي الزول اللي اسمه المتحدث بتاع الجيش الزول العميد اللي اسمه طارق او ايا كان منهم، قال لا الناس تواجه الدعم السريع. طيب يا اخي انت كجيش ما واجه غيرني انا المدني اواجه كيف؟ ده سلوك غير صحيح. انا بفتكر نحن ما ندخل في الحرب دي كمدنيين، الحرب دي تخص الجيش وتخص الدعم السريع، وفي الوقت ده بيكون فعلا الخسائر اقل. لذلك ما في زول بيعرض نفسه للاشكالات الضخمه دي اذا كان في مناطق الجيش او الدعم السريع. بالمناسبه برضه مناطق الجيش فيها انتهاك كبير، فيها انتهاكات كبيره شديد حتى على الاطفال على غيرهم. في ناس كتار جدا اتعذبوا، في ناس كتار جدا بتصفوا، في ناس كتار جدا تم اعتقالهم. نحن بنسمع يوم قيادات الحرب، بنسمع والي ولايه بيقول بالفم المليان انه الناس يغادروا الولايه. دي مساله غريبه جدا. بنرى قائمه بتاعت اغتيالات يطلعوها ويقولوا اخذنا اذن بقتل الناس من مجموعه من المهاويس. بنرى كل هذا الكلام وبنسكت عليه لانه القضيه قضيه اكبر نمشي فيها ونوقف الانتهاكات. كيف تقف الانتهاكات؟ بايقاف الحرب. ايقاف الحرب هو اللي بيوقف الانتهاكات. لكن الناس يقولوا لهم عينوا الانتهاكات دي بتزيد، مزيدا من الحرب معناها مزيد من الانتهاكات. نحن في كقوة مدنية بنفتكر انه ببساطة شديدة المواطنين العاديين ما يدخلوا الحرب دي، ما عندهم بها علاقة. إذا كان الجيش نفسه قاعد يمشي يخلي المنطقة، ما في سبب يخليني أنا كمدني أشيل بندقيتي وأواجه
الدعم السريع، ودي محاوله لحرق الناس ومحاوله لحرق البلد بشكل عام، لانه الكيزان بيقول او طرق كل الدماء. نحن ما بنقول طرق كل الدماء، طرق دماء الناس اللي دارين يشاركوا في الحرب يمشوا بعيد من المدنيين يطلعوا منها. وانا بفتكر من المسؤوليه الاخلاقيه، وده انا الكلام ده بقوله للناس الشغالين في الحرب دي، الدار يستنفر لكن يمشي يلاقي الدعم ده برا المدن، ما يقعد جوا المدن يتدسس في نص المدنيين يجيب لهم المشاكل ويجيب لهم الكفاوي. الدار يقاتل يمشي يقاتل برا، ما يقاتل داخل احياء المدنيين، لانه المدنيين لا يمكن استخدامهم كذروع بشريه، ودي مساله اساسيه وتخصنا، وده الامر اللي بيخصنا وده اللي بنتكلم عنه بوضوح. اما المقاتل الغرر يقاتل دي مساله تخصه ودي حساباته، وما في زول بيقول له قاتل او ما تقاتل، دي تقديراته الخاصه. لكن التقدير الصحيحي انه القوى المقاتله تبعد من مناطق المدنيين، وما تكون المعارك في مناطق المدنيين زي ما قالوا يمشوا النقعه كلهم هناك، بعد ذاك الناس يشوفوا يوقفوا الحكايه دي كيف. اما استمرار الحرب في المدن وفي داخل الاحياء واختفاء الجماعه اللي بيسموهم الكيزان داخل الاحياء، واول ما تدور الحرب يشردوا ويخلوا المدنيين في مواجهه قوات الدعم السريع، هذا الامر امر مرفوض تماما، وبنقوله بالصوت العالي. يخون من يخون، يقول من يقول، ما بيهمنا، يهمنا انه الاول المدنيين ثم ثانيا ايقاف الحرب، ودي مسائل ما فيها كده. استاذ بوكي اذا نطقت الاسم صحيح، ما هو الضمان انه جيش يلتزم؟ نحن اصلا ما بنقول الضمان، نحن بنلاقي وبنكتب وبنصرح وبنقول لاقينا ووافق عليه 1 2 3، ولذلك اكد لك رغم كل الدعوات اللي بنسمعها من كل المهاويس خلينا اقول، وبعض ضباط الجيش الما منضبطين زي طارق كيجاب زي الحوري زي ابو هاجه، المجموعات الما مسؤوله اللي هم لابسين الكاكي بتاع الجيش وبيتكلموا بألسنتهم، هم في ظاهرة غريبة ذاتها، لأنه أنا بفتكر إنه الجيش عنده ناطق رسمي، المفروض ثاني ما يكون في عسكري بيتكلم غيره، ده في الجيوش المنضبطة في الدنيا كلها، ما في مشكلة. نحن في أي حتة طلبونا حنمشي، في أي مكان قالوا تعالوا بنمشي شايلين ورقنا ده وبنقول للسودانيات والسودانيين دي نحن ماشيين نلاقي القوات المسلحة، قائد العام للقوات المسلحة، ونقول له 1 و2 و3 و4. الأهم من ده لا توجد حكومة شرعية في السودان، آخر رئيس وزراء شرعي هو الدكتور عبد الله حمدوك، بعده ما في، بعده ده انقلاب شارك فيه الدعم السريع والجيش واستمرت إلى أن وصلنا إلى هذه الحرب. دي الطريقة الصحيحة اللي احنا بنفكر بها، لذلك احنا بنتعامل مع السيد البرهان كقائد عام للقوات المسلحة وبنتعامل معه من هذه النقطة وفي هذا الاتجاه.